نعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله اكلة ما يختلفش عليها اتنين. هي الشيش طاووق بمكونات بسيطة وسهلة، ما بتاخدش وقت معانا. شايفين شكلها جميل جدا ازاي. يلا بينا بقى نقول المقادير بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها في الخلطة. احنا هنا عندي للكيلو الشيش طاووق هنحتاج معلقة كبيرة من المستردة، وهنحتاج كمان معلقة كبيرة او صغيرة من الهوت صوص، ده اختياري طبعا للناس اللي بتحب الاكل سبايسي. بعد كده هنزل عليهم بعلبة كبيرة من الزبادي او علبتين صغيرين المتاح طبعا عندكم. بعد كده هنضيف لهم عصير ليمونة، وهنضيف لهم ملح طبعا على حسب الرغبة. هنضيف بعد كده معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الكاري، وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل. وهنخلط كل المكونات كده مع بعضها كويس جدا. بس كده خلاص. بعد كده هجيب الفراخ الشيش بتاعتي، طبعا انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا ومقطعاها زي ما انتم شايفين مكعبات كبيرة بالشكل ده علشان ما تتحرقش طبعا مننا. هننزل بيها بقى في التتبيلة بتاعتي وهنقلبها كويس جدا مع بعضها علشان كلها تاخد من طعم التتبيلة. هنسيبها في التتبيلة دي حوالي 4 ساعات او ليلة كاملة، تكون طبعا افضل علشان تتشرب كويس جدا من التتبيلة. بعد كده انا بجهز الخضار بتاعي، عبارة عن بصل وفلفل الوان، ولو مش متاح فلفل الوان خلاص فلفل اخضر. هنا انا جبت الاعواد الخشبية بتاعتي، انا بسيبها في شوية مية كده قبل ما ابدأ استخدمها. بكون في الوقت طبعا ده انا ببقى مولعة الفرن على درجة حرارة عالية، واسيبها تسخن قبلها، وابدأ بعد كده ارص الشيش بالشكل ده. هرص اول حاجة البصل، وبعد كده هحط الفراخ، وبعد كده هحط الفلفل وبصل برضو. برصها كلها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده ده شكلها النهائي. شايفين شكلها عامل ازاي. هعمل معاكم واحدة كمان. خلاص بقى كل الكمية اللي عندي، ونشوف هنعمل الخطوة اللي بعدها ايه. بس كده خلاص انا خلصت كل الكمية اللي عندي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هنا جبت مجهزة صينية ومغلفاها بفويل بالشكل ده، هنرصهم عليها. في الوقت ده انا مولعة الفرن على اعلى درجة حرارة. هنحطهم على الرف الاوسط لمدة 20 دقيقة، او لو عندكم جريل متاح عندكم مفيش مشكلة ممكن تسووه عليه. هنسيبهم لمدة 20 دقيقة في الفرن، وبعد كده تعالوا نشوف الخطوة اللي بعدها. بعد كده خلاص هي طلعت خلاص من الفرن. طبعا هديها نكهة الفحم، عملت لها نكهة فحم علشان يكون طعمها جميل جدا. شايفين شكلها جميل جدا ازاي. بنقدمها بعد كده مع رز او سلطة طحينة ورشة من البقدونس. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم على خير.